هنعمل ايه مع بعض النهارده يا حبايبي؟ هنعمل الكلاوي بطريقه سهله جدا وبسيطه. هتقولي لي ايه هي الكلاوي؟ الكلاوي دي بتبقى مع الكبده في العجول او البقر، بطريقه سهله جدا وبسيطه، وطعمها حكايه، طعمها جميل جدا جدا جدا. ان شاء الله جربي طريقتي، ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والكلمه الحلوه اللي انا بستناها منكم. بصوا يا حبايبي جمال الكلاوي، بصوا انا عاوزه اوريكم، هي زي الكبده بالظبط بس الطعم بقى مختلف طبعا. بصوا اهي، بصوا هي دي الكلاوي. بصوا وعملت معاها مكرونه سباكيتي، احلى مكرونه سباكيتي. بصوا بصوا جمال المكرونه اهو. بصوا طريقه سهله جدا وبسيطه، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. يلا نشوف احنا عملنا الجمال دون ازاي، ونبدا ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم مطبخ الإسراء. النهاردة هنعمل مع بعض الكلاوي بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنبدأ ونقول المكونات بتاعتنا. انا عندي كلاوي جبتها ونقعتها في لبن. طبعا اللبن بينزل اي زفارة، ما بتتغسلش بمية، بينزل اي زفارة فيها. بصوا معلقه طحينه مع حبه لبن كده نقعتها وخرطتها طرنشات. كلاوي دي زي الكبده بالظبط، تمام كده. كلاوي كبده ما بتتغسلش بميه يا حبايبي، بتتنقع في كوبايتين لبن كده مع معلقتين خل، بتنزل اي زفاره واي سموم، او معلقتين طحينه، تمام كده. وعندي فلفل اخضر واحمر، وعندي بصل جوليان مقطعته حلقات كده طرنشات رفيعه، وعندي فصين توم مخرطاهم ناعم، وعندي عندي خل ونص ليمونه، وعندي البهارات بتاعتي ملح فلفل بصل بودر توم بودر بابريكا حبه شطه حبه كزبره. يلا بقى نروح على البوتاجاز عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا يا حبايبي انا عندي الصينيه بتاعتي او المقلايه بتاعتي، انا حطيتها على البوتاجاز سخنتها. هنزل بقى بالكلاوي. بصوا الكلاوي دي طعمها جميل جدا جدا زي الكبده بالظبط. بصوا اديها تشويحه خفيفه كده، هي طول ما بتشم النار بتروح جايه واخده لون معايا، تمام كده اهو كده. بصوا اديها تشويحه الاول وبعد كده هشوف هعمل ايه. بصوا يا حبايبي على ما تتشوح معايا انا عندي هعمل مكرونه جنبها، عندي ميه بتغلي، هنزل بمعلقه كبيره ملح، تمام كده، وهنزل بالمكرونه علشان خاطر ايه تتسلق معايا الاول على ما انا ايه اعمل التسبيكه بتاعتي، تمام كده. هنزل بقى بالمكرونه كده انا مكسراها، وهديها تقليبه واغطي عليها على ما تتسلق وبعد كده نصفيها. بس حبايبي الكلاوي خدت لون معايا، هنزل بالبصله، مش هحط اي توابل دلوقتي، واقلبها كويس لحد ما تدبل، تمام كده. بصوا انا ببقى احط على البصله حبه فلفل اسمر وحبه ملح واسيبها شويه على ما اجي اشتغل، بس طبعا بنتي نسيت تحط، تمام كده. بتدي طعم جميل جدا وتست جميل جدا في قلب الايه الكبد والكلاوي والحاجات الحلوه دي، تمام كده. بصوا يا حبايبي البصله بتاعتي دبلت، هنزل بفصين الثوم، تمام كده، وهنزل بالفلفل الاحمر والاخضر واديهم تشويحه كده مع بعض، تمام كده. بصوا اهو يتبالوا كده مع بعض وياخدوا الطعم ياخد من بعضه، تمام كده. بصوا اهو طبعا المكرونه بتاعتي اتسلقت، انا ما بحطش الا ميه بس لان الزيت ملوش اي لازمه في ميه السليق، تمام كده اهو. بصوا كده هتشوحها، هصفي بقى المكرونه وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي المكرونه بتاعتي بعد ما صفيتها بنزلها 75%. بصوا بروح جايه حاطه لها معلقه زيت، بصوا اهي تبقى مفرفشه معايا. هنعمل الصلصه بقى بتاعتها مع بعض. انا عندي حبه زيت في الحله بتاعتي، هنزل بفصين توم كده، طبعا انا عندي صلصه عاملاها في الفريزر، خزانه في الفريزر، تمام كده. بصوا هخلي التومه بتاعتي تصفر بس وانزل بالصلصه، تمام كده. بصوا يا حبايبي يا دوبك التومه بتاعتي اصفرت كده، هنزل بكيس الصلصه بتاعي كده ماشي، وهدي النار على ما تفك معايا لان هي كانت في الفريزر. بصوا كده على ما
على ما الصلصه بتاعتي تفك اكون ايه مجهزت التوابل بتاعتي. هنشوف الكلاوي بقى. بصوا ما شاء الله جميله والريحه جميله جدا، مفيش اي ريحه زفره. هنزل بالثوم بالخل والليمون تمام كده، وهنزل بالبهارات بتاعتي اللي هي شطه ملح وفلفل بصل بودر وثوم بودر وكزبره وبابريكا تمام كده يا حبايبي. بصوا البهارات بتاعتي دي بتبقى اخر حاجه خالص تمام كده. بصوا تاخد من الطعم، مقولكوش بقى على الريحه جميله جميله جميله. بصوا احلى كلاوي تعمليها سهله وبسيطه، تنفع غدا تنفع عشاء تنفع سندوتشات. بصوا اهو. طبعا عشان تبقى الكلاوي ليها طعم لازم الطشطشه اللي بتسمعيها في الصينيه بتاعتك او المقلايه بتاعتك، صوت الطشطشه ده اللي بيدي طعم للكلاوي او الكبده تمام كده. مش ان انت بتحطي المكونات بتاعتك وتطفي، لا لازم تديها تشويحه لحد ما تسمعي الطشطشه. بصوا ما فيهاش اي ميه زنك، بصوا ولا ميه البصل ولا اي حاجه سوائل نزلت من الكلاوي لان انا غسلاها كويس ومصفياها. بصوا سامعين صوت الطشطشه ده؟ كل ما تطشطش قلبي وسيبيها تطشش تاني، تدي طعم جميل جدا جدا للكبده او الكلاوي تمام كده. والصلصه بتاعتنا بتاعت المكرونه بتستوي كده، هي مستويه هتفكي بس يا حبايبي، حط لها البهارات بتاعتها وبعد كده هنزل بيها على المكرونه تمام كده. بصوا يا حبايبي سامعين الصوت؟ سامعين؟ هي دي التشويحه اللي انا عاوزاها تمام كده. بصوا كده الكلاوي خلصت، هطفي عليها بقى واكمل المكرونه. انا هحط ملح فلفل اسمر بصل بودر وثوم بودر ومرقه دجاج بودر على الصلصه. طبعا انا حاطه عليها معلقه سكر وانا كنت بسبكها تمام كده. هنبقى ان شاء الله نعمل فيديو مع بعض تخزين الطماطم، طريقه سهله جدا جدا وبسيطه. بصوا هتفكي بس تغلي غلوه كده واروح حطها على المكرونه. الصلصه بتاعتي غليت مع البهارات كده يا حبايبي، هحطها على المكرونه بقى واقلب المكرونه كويس تمام كده. بصوا ننزل بالاسباتيولا كده. بصوا جمال صلصه لونها وطعمها حكايه حكايه حكايه. هنعملها مع بعض وهقلب بقى كده. بصوا المكرونه بتاعتي بصوا كمان عشان بنزلها 75% وبحط عليها معلقتين زيت تفضل مفرفشه وجميله معايا تمام كده. هنغرف بقى وارجع لكم تاني نشوف احنا عملنا ايه. ودي حبايبي المكرونه بتاعتنا. بصوا جمال المكرونه، بصوا بصوا استوى جميله ازاي. ودي الكلاوي، بصوا الكلاوي هي دي الكلاوي نقطعها مع بعض اهو بشوكه تانية. بصوا بتبقى مخرفشه كده وجميله، تعرفيها ان هي حلوه وصبحه لما بتبقى مخرفشه وجميله كده. احلى كلاوي. بصوا يا حبايبي جميله جميله جميله، ريحتها وطعمها تحفه. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والكلمه الحلوه اللي انا بستناها منكم يا احلى اخوات واحلى متابعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.